كرة تتلعب ترجع مرة ثانية على مستوى نص الملعب تتخلص خطيرة هذه على طول يسدد بالجول جول جول بروزوفيتش الكرواتي. يا سلام يفتتح التسجيل بهذه المباراة بكرة ولا أروع ولا أجمل خطيرة تماما لصالح الإنتر. وهذا هو الآن ماسيميليانو أليجري يوقف طبيعي يوقف لأن كما ذكرت بداية قاسية تماما. هنا المدافع يخطأ هنا التمريرة كانت ولا أروع والتسديدة بعد ذلك ثم الهدف. يا سلام هدف ولا أروع لصالح اليوم لصالح الإنتر. ريزو اللاعب الذي يعوض هاندانوفيتش الدولي السلوفيني الموجود على دكة البدلاء. محاولة خطيرة بالجانب اليمين يطلع بعرض الملعب دبل جول 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 بريشيتش. نحن على موعد مع الكروات نحن على موعد مع الكروات بقمصان الانتر في هذه المباراة. يا له من انتر يا له من انتر بهذه الأمسية. مش معقول انتر عجيب انتر غريب انتر يتألق انتر يتعملق انتر يقدم مردود ولا اروع. يا ولد ليتش وهو بعرض الملعب على طول على قدم بريشيتش والساتر. يا سلام تمرير بهذا المنظر بهذه الصورة بهذا السوء على مستوى الهجوم خطيرة ضربة جزاء بينالتي لصالح الانتر بينالتي لصالح الانتر. بريشيتش من اي كوكب انت من اي بلد انت من اي قطر انت. يا سلام شوف اصرار وعناد ولغة الكبار ولغة التحدي دائما موجودة عند إيفان بريشيتش الكرواتي. سجل هدف وبالتالي تسبب في ضربة جزاء. شوف جماعة الانتر مبسوطين مرتاحين آخر ألست أبدا 100 الانتر. ومين على التجديد؟ بروزوفيتش. هل يكون هذا الهدف الثالث والهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة والهدف الرابع له مع الانتر هذا الموسم؟ حنشوف تلعب يا جول بروزوفيتش 3-0 هي نتيجة ذهاب هذا الدور ولكن لصالح اليوفي. الله كل شيء وارد كل شيء ممكن كل شيء جائز في كرة القدم التي لا تعترف إطلاقا إلا بال90 دقيقة لا تعترف إلا بالعطاء لا تعترف إلا بالأداء لا تعترف إلا بالأهداف لا تعترف إلا بالإصرار لا تعترف إلا دائما وأبدا بعناد الكبار. إذا الإنتر كبير يا إنتر الرائع يا انتر. مش معقول يسلم لي هذا البؤ يا ولد يا صغير يا ولد يا صغير. شوف شلون يعني ما حد مصد. برزالي الان على التنفيذ بالنسبه لليوفي. برزالي على التنفيذ اول تسديده لليوفي. برزالي واضح تماما هذا هو برزالي صاحب القميص رقم 15 هو على التنفيذ. إذا برزالي على طول وهدف يسجل برزالي يفتتح التسجيل. حنشوف الآن من سيتقدم بالنسبة للإنتر في التسديدة الأولى. شوف حط الحارس حط اخوان بابلو كاريزو في زاوية وحط الكرة بزاوية أخرى حطها على يسار حارس المرمى. برزالي خبرة ميدانية طيبة. على كل حال الآن هذا هو بروزوفيتش على كل سجل بالمناسبة ضربة جزاء في الوقت الأصلي. سجل في الوقت الأصلي ضربة جزاء. بروزوفيتش لعبة جول وعلى طول يسجل بروزوفيتش. إذا 1-1 الآن 1-1. ضربة لكل فريق تسديدة لكل فريق ركلة لكل فريق. بروزوفيتش والآخر ينجح في التسجيل للإنتر. الآن هذا هو زازا بالنسبة لليوفي. تسديدة الثانية الركلة الثانية لليوفي. اختبار قوي جدا لسيموني زازا
لاعب ما سجل في الوقت الاصلي ولا كذلك في الوقت الاضافي، ولكن هل بامكانه ان يسجل الان في الضربه الترجيحيه؟ كره تتلعب وجول على طول يسجل كذلك زازا. اذا ركلتين الان لليوفي مقابل ركله واحده كذلك للانتر. هذا هو زازا يلعبها حارس المرمى اتصمر تماما، يعني اتصمر تماما، تمويه كان بالنسبه لزازا. هنا طبعا واضح الارجنتيني بلاسيو خبره ميدانيه طيبه كذلك هذا اللاعب بلاسيو، خبره ميدانيه رائعه. رودريغو بلاسيو ارجنتيني على مستوى التنفيذ، يا ساتر، والكره خلاص، الكره تروح، الكره تضيع. هذا هو الان بلاسيو اللي معنا في الصوره. لاحظ الكره هذه ما عدت ابدا، الكره ما عدت، حنشوف الان، حنشوف الاعاده اذا كان عدت ولا ما عدت. ما عدت، لذلك ضاعت الكره هذه، راحت كره بلاسيو، شايف 2-1 الان. هذا هو موراتا يسجل بالمناسبة. موراتا يسجل في المباراة الماضية كذلك من ضربة جزاء، أيضا من ضربة جزاء، ولكن الآن هنا ركلة ترجيح وليس ضربة جزاء، لأن من يحسم المباراة تحسم بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. على كل حال واضح تماما الآن، يعني اليوفي يتقدم 3-1. الضربة الثالثة الآن، الضربة الثالثة منهج، هذا هو الراي منهج الألباني، راي منهج على التنفيذ، راي منهج يلعبه جول ويسدد راي منهج. إذا 3 ركلات، اليوفي ينجح في تسجيل 3 ركلات، العلامة الكاملة حتى الآن، والإنتر ينجح في تسجيل ركلتين ويفشل في واحدة. هذا هو الآن بوجبا، هنشوف، لا بوجبا. إذا بوجبا الآن على التنفيذ، هنا واضح نيمنا اللي معانا في الصورة، هنا حارس المرمى، وهذا هو بوجبا. والركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة لليوفي، الفرنسي بوجبا. اختبار صعب وعلى طول هدف، ضربة جزاء ناجحة تماما للفرنسي بوجبا. ردة الفعل، اليوفي أصبح هو الأقرب الآن في أن يذهب للمباراة النهائية لمقابلة ميلان. على كل حال هذا هو الآن الياباني ناغاتومو على التنفيذ، ناغاتومو وهدف. الآن خلي بالك، الآن هي لعبة الأمل، تجديدة الأمل. الآن إذا ما سجل اليوفي فمعناته الأمور حسمت، لأن اليوفي عنده 4 تسديدات ناجحة تماما. هذا هو الآن بونوتشي. إذا بونوتشي كابتن فريق اليوفي، وهذا هو خوان بابلو كاريزو، والاختبار الصعب، يا ساتر، الأكسجين وقف، التنفس، الكل واقف، يسجل بونوتشي، وبالتالي اليوفي يذهب إلى المباراة النهائية لمقابلة ميلان يوم 21/5 بإذن الله. إذا يا ساتر، هذا هو رئيس النادي السيد أندريا أنيلي يتلقى التهاني والتبريكات.